السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال. معاكم مشاهد من قناة شهودة لأحلى الوصفات، والنهاردة بإذن الله هعمل معاكم فطير مشلتت بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة. خلاص بقى مش هنشتريه تاني من بره، هنعمل كله في البيت من الألف للياء، وتسويته سهلة جدا. عاملاها معاكم برضو علشان خاطر حبايبنا اللي بيطلبوا ان احنا عايزين نعرف مراحل التسوية. ان شاء الله حلقتنا هتعجبكم. يلا بينا كده الاول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ندخل نشوف الطريقه والمكونات والتوريقه الجميله دي. اتمنى حلقتنا تعجبكم، وبتمنى لكم دايما مشاهده ممتعه. واول حاجه هنا يا حلوين، في طبق او مثلا العجانه، اي حاجه هتشتغلي فيها هي نفس الخطوات. حطيت هنا 6 كوبايات من الدقيق، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر، 3 معالق كبار ممسوحين سكر. كمان معايا معلقه صغيره من الملح. هقلب الدقيق والسكر والملح مع بعض بالطريقه دي. طبعا مجهزه عندي ميه دافيه للعجن. اول حاجه هنزل بكوبايه ونص من الميه، ميه دافيه زي ما قلت لكم، وهبدا اعجن. كمان هضيف كوبايه، لان ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكميه ما شاء الله كويسه. كده انا ضفت 2.5 كوبايات من الميه. بسم الله. وادي يا حلوين ما شاء الله العجينه بتاعتنا اتعجنت كويس اهي ولمت. مهم جدا لما تيجي تضيف الميه، طبعا زي ما احنا عارفين هنضيفها واحده واحده، على اساس ان احنا عارفين يعني مش كل الدقيق بياخد نفس كميه السوائل. في دقيق ما شاء الله يعني بياخد سوائل اقل، وفي دقيق يعني بياخد سوائل اكتر. فانت هتضيف الميه واحده واحده. وادي يا حلوين العجينه بتاعتنا. علشان تسهل عليكي عمليه التقطيع هقسمها 2. انت طبعا ممكن تقللي كميه العجينه حسب راحتك. انا عامله كميه كويسه يعني علشان تديني كذا فطير. خلاص قسمتها كده 2. هبدا اشتغل في واحده واركن التانية على جنب لما اقطع التانية. هاخد بس كده على الرخامه شويه من الزيت. بسم الله. برضو هاخد شويه عليها من فوق. هبدا افرد العجينه بالشكل ده كده، شكل طولي عادي مفيش اي مشاكل خالص. وابدا ان انا اقسمها دواير. بسم الله. يعني اقسمها قطع الاول، والقطع دي هشكلها دواير، احاول على قد ما اقدر تكون كلها نفس الحجم. وهاخد برضو هنا زيت. المكان اللي هنزل فيه دواير العجين يكون مدهون زيت برضو. هبدا بقى اخد واحده واحده وابدا اشكلها. قطعت العجينه الاولانيه، دلوقتي بقى نجيب التانية هي كمان. بسم الله. هبدا برضو اخدها بشكل طولي على اساس ان انا سهل عليا عمليه التقطيع، وابدا اقطع. بسم الله. وادي يا حلوين العجينه بتاعنا بعد ما شكلت كله دواير. ده كده فيها زيت، وهمشي بقى عليهم كلهم كده بالشكل ده كده، وهغطي عليه وهسيبه يستريح 15 دقيقه. مهم جدا لنجاح الفطير، على اساس ان انت لما تيجي تشكليه ما يشدش معاكي او يتقطع، ان انت تريحيه كويس. هريحه 15 دقيقه وارجع لكم ان شاء الله. وادي يا حلوين ما شاء الله العجينه بتاعنا بعد ما سيبناها استريح 15 دقيقه يعني ربع ساعه، طبعا مغطيينه زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله. دلوقتي بقى المرحله الثانيه من التريح، برضو مرحله مهمه جدا. معايا هنا طبق فيه زبده زي ما حضراتكم شايفين، دي زبده صافيه. هبدا اجيب بقى واحده واحده كده، اخدها هنا في الزبده دي، وهبدا افردها بالراحه كده. تمام. يا دوب كده. معايا بقى طبق هنا احط فيه كل واحده هفردها.
واحطها عند التانية هي كمان. حلوين ما شاء الله قطع الفطير بتاعتنا. بعد ما شكلتها كده بالزبده هغطي عليها برضو وهسيبها تستريح 10 دقايق. تمام. المراحل دي هتريحك في الفرد. حلوين. اول واحده بعد ما سيبنا الفطير بتاعنا ريح معايا الزبده عادي، ما حدش بقى يقول ايه الزبده كتير، ده فطير مش هلتت وهو بيحب الزبده كتير. طبعا انا مصغره الكور، لو انت حابه تكبري الكور بتاعتك ماشي تمام، لان الفطير بتاعنا انا هعمله صغير كده، فلو حابه تكبريه تعملي الفطير حجم كبير مفيش اي مشاكل خالص. هنبدا بقى نفرد، ناخد من جوه على بره بنفس الطريقه دي كده. ولا هتروحي فرن بقى ولا تقفي ولا زحمه ولا الفطير يطلع وحش ولا اي حاجه خالص، هتعملي حاجتك بايديكي ما شاء الله هتلاقيها ممتازه جدا. زي ما انتم شايفين الفطيره بتاعتنا اتفردت على الاخر، يعني فردتها على الاخر. هبدا بقى اخد الطرف ده من هنا كده واتني كده، ومعايا زبده، والطرف ده كمان هتني عليه من هنا، ما تقلقش من اللي اتقطع ده خالص، وبرده زبده. وهبدا اركن دي على جنب وناخد واحده تانية. طبعا المساعد معايا شهد، لازم ادخلها معايا المطبخ. اهلا. هبدا افردها برضو كويس من جوه على بره. بعد ما اتفردت معايا بالطريقه دي هاخد اللي عملناها الاول واحطها في وسط الفطيره ومن هنا وهتني فوقها. هاخد كمان واحده. دي يا جماعه معانا تالت واحده اهي، ما تقلقش خالص، زي ما قلت لك من اللي اتقطع ده كله بيتدارى، وما شاء الله برضو اهم حاجه تكوني فردها كويس اهو، شايفين بيتدارى كله. ممكن واحده معاك تتقطع وواحده مش تتقطع بظروفها بقى. دي كده تالت واحده. هناخد بقى الرابعه والاخيره، يعني زي ما اتفقنا كل واحده هحط فيها 4 طبقات. دي رابع واحده. هنجيب بقى الفطيره، بسم الله اهي. لو عندك قشطه بقى بتكون ممتازه جدا مع الفطير برضو، القشطه حاجه ما شاء الله جميله. تمام كده عملنا بقى الفطيره اهي ب4 طبقات. هاخدها كده لمها كده زي البقجه واحطها في الصينيه اللي هسوي فيها او الصاج، وابدا اشتغل في غيرها. هعملها بنفس الطريقه اللي عملت بيها الفطيره الاولانيه بس علشان ما اطولش عليكم. طبعا شفتوا الطريقه، هعمل كل الفطير معايا بنفس الطريقه وارجع لكم باذن الله نشوف بقى نفرده ونسويه مع بعض ان شاء الله. وادي يا حلوين ما شاء الله الفطير بتاعنا بعد ما شكلناه بالشكل ده جم معانا 5 فطاير. حطيت هنا في الصينيه 4 والخمسه هسويها في صينيه لوحدها. وكمان ولعت الفرن على اساس ان هو يسخن كويس. مهم جدا ندخل الفطير بتاعنا على درجه حراره عاليه، فلما يكون الفرن بتاعنا سخن يكون الفطير استريح شويه يتفرد معانا بسهوله كمان، لان احنا لسه طبعا مش هنحطه كده زي القرصه، لا هنفرده كمان شويه ويكون الفرن بتاعنا سخن. ودلوقتي يا حلوين جاهزين بقى ان احنا نفرد الفطيره شويه. الفرن بتاعنا سخن ما شاء الله. هفردها كده زي ما قلت لكم، الفطيره انا عاملاها حجمها صغير شويه مش عاملاها كبيره قوي.
شايفين قد رغيف العيش. حابه انت تكبري هتكبري الكور. شلت يا جماعه فطيره. الصينيه مش هتاخد بس معايا غير 3 فطاير، على اساس برضو ان انا افردها براحتي وتكون كويسه. دلوقتي بقى جاهزه ان احنا ندخلها الفرن، والاتنين اللي باقيين هسويهم في صينيه لوحدهم زي كده، وهحطها على الصاج مباشر. حلوين ما شاء الله الفطير بتاعنا بعد ما حطيته في الفرن. طبعا حطيته على الصاج مباشر زي ما حضراتكم شايفين. هسيبه بقى يحمر من تحت كده ونسيبه ينتفخ براحته ونشوف ان شاء الله. دي حلوين ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفطير بتاعنا بدأ ان هو يرتفع ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اعرفي بقى ان الفطير بتاعك هيكون ممتاز طول ما هو كده بينتفخ، هتعرفي ان هو بيستوي من جوه تمام. ويا جماعه اول ما لاحظت ان الفطير بتاعنا بدأ ان هو ياخد لون ذهبي خفيف من تحت اهو، خرجته بقى من على الصاج مباشر للفرن من النص، وهقفل عليه الفرن وهسيبه بقى لحد لما يحمر مع نفسه كده ونشوفه باذن الله. وادي يا حلوين ما شاء الله الفطير بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن. بسم الله ما شاء الله على ريحته وشكله زي ما انتم شايفين رائع جدا. هنستنى بقى الاتنين التانيين هما كمان نخرجهم ونفتحوا مع بعض ان شاء الله. عايزه اقول لكم حاجه، اول ما خرج دهنته بس دهنه بسيطه كده من الزبده اهي زي ما انتم شايفين، على بس وشه يلمع. وهبدا دلوقتي ان انا اغطيه علشان يفضل معايا طري. على ما نخرج الاتنين التانيين هغطيه كده زي ما انتم شايفين على اساس ان هو يفضل طري، ونرجع لكم مع بعض ان شاء الله. ودي يا جماعه ما شاء الله الفطير بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن وظبطناه ما شاء الله ريحه ممتازه جدا، طعم رائع جدا جدا فوق الوصف بصراحه. يعني حاجه ما شاء الله هتشرفك جدا قدام ولادك وقدام اي حد هتعمليه. زي ما انتم شايفين كده من مورق وحاجه ممتازه جدا اهو. التورقه جوه ما شاء الله عليها اهي، شايفين ما شاء الله. طبعا انا لو مش صايمه كنت هجمت عليه دلوقتي. ما شاء الله ممتاز جدا هو زي ما انتم شايفين. اتمنى طبعا ان انتم تجربوه، حاجه كده روعه. ضامنه نظافتها وعامله خطواتها من الاول للاخر في بيتك. اتمنى طبعا ان حلقتنا النهارده تعجبكم. عملنا فيها الفطير المشلتت بطريقه سهله جدا وطريقه بسيطه، ودي كانت حلقتي معاكم. اتمنى طبعا ان كل اللي قدمه معاكم يعجبكم، واترككم في رعايه الله مع لقاء تاني في حلقه تانيه.